البر أصدق ما يكون بعد الموت، لأنك لا تحابي ولا تجامل. وجرب من الأمور الكريمة الطيبة التي وجدنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا، كثرة الدعاء للوالدين بعد الموت، فإنه قد يكون في كربة وفي ضيق من ضيق القبر ينفسه الله عنه بدعائك بفضله سبحانه ثم بدعائك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فتذكر لو أنك أنت الميت ما فتر لسان الوالد ولا فتر لسان الوالدة عن الدعاء لك، فلا تشغلنك الدنيا عن والديك. وما الذي تخسر وأنت جالس تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا؟ تسأل الله لهما أن ينور القبر وأن يهون عليهم القبر وأن يهون عليهم الحساب، وتسأل لهم من الدعوات. والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ظلمة القبور وضيق القبور إلا سخر الله لك من يدعو لك كما دعوت لهم. خاصة الأم فإن حقها كبير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء للوالدة والترحم عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم سامحها، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم سامحها، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولربما تقول اللهم أفسح لأبي في قبره ونور له فيه، فيفسح له في قبره إلى نشر بهذه الدعوة الصالحة. ولربما تسأل الله لوالدك رحمة في القبر تستديم إلى الحشر والنشر. فالله كثرة الدعاء للوالدين والاستغفار لهما، هذا مما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقة، لأن سعد رضي الله عنه كما في الصحيح قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولا أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم فأوصاه أن يتصدق عنها. فالصدق عن الوالدين، حتى إن سعد رضي الله عنه تصدق ببستان كامل صدقة عن أمه رضي الله عنه وأرضاه، جعل لها حائط الخراف، وكانت التمرة الواحدة يغتدي بها الرجل يوما كاملا، فما بالك ببستان كامل قدمه للآخر ورآه حقيرا قليلا يسيرا أمام فضل أمه عليه. وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. فيحرص الإنسان على الدعاء وأن لا يغفل على الوالدين، ونحن فينا غفلة وكلنا ذاك الرجل لا يرحمنا الله برحمته. كثرة الدعاء للوالدين، لا ينسى الإنسان الوالدين خاصة بعد الموت، يترحم عليهما ويجعل لهما من ماله صدقة، ينظر إلى مكروب إلى أيتام ويجعل لهم قسطا في الشهر يأخذونه من طعامهم، صدقة جارية على والديه. فالله لا يضيع أجر من أحسن عنه. هذا والله هو الذي يبقى، والمعروف لا يبلى، والخير لا ينسى، ومن زرع خيرا وجده، ومن بذر المعروف حصده. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. والله تعالى